مساء الخير واهلا بكم مشاهدينا الكرام مع حلقه جديده من برنامجكم سوبر كوره، وكالعاده نبدا الحلقه بفقره سوبر نيوز. الحقيقه النهارده صارت كده شائعه سيئه اقلقت محبي محمد ابو تريكه بالوطن العربي. شائعه على مواقع التواصل الاجتماعي اكدت اصابه محمد ابو تريكه خلال مباراه فريقه اليوم بانياس امام نجران السعودي بالسعوديه بذهاب الدور قبل النهائي لدوري ابطال الخليج، وانه تم نقل محمد ابو تريكه بعد اصابه خطيره الى غرفه العنايه المركزه. معي على الهاتف السيد صالح اسماعيل مدير فريق بانياس لكره القدم للاطمئنان على صحه النجم المصري. سيد صالح اسماعيل، مساء الخير يا فندم. مساء النور، مساء الهنا والسرور، امسي عليك وامسي على كل الجمهور المصري. اهلا بيك وبنشكرك طبعا على الدخول لقول الحقيقه في هذا الامر اللي اقلق محبي محمد ابو تريكه سواء في مصر او في كل الوطن العربي. سيد اطمن نعم. واطمن كل الاخوان وكل المتابعين ومحبين محمد ابو تريكه نعم ان محمد الحمد لله رب العالمين لا صاب ولا شيء، الحمد لله انتهت المباراه وهو سليم، وهو توجه حاليا من عندنا، راح ركب طائره وراح لجده يؤدي العمره ان شاء الله. نعم. وبيرجع يوم الجمعه لابو ظبي ان شاء الله. طب الحمد لله، يعني انت تطمئن جمهور ابو تريكه انه سليم، ما فيش اي مشكله بالنسبه له؟ سليم، ما في اي مشكله، والحمد لله ادى مباراه جيده، لكن الحظ ما خدمنا والحمد لله رب العالمين. بنياس خسرتوا 1-0 في المباراه. خسرنا 1-0، وان شاء الله الفريق بيعوض في مباراه الاياب في ابو ظبي، بيكون تاريخ 8 مايو ان شاء الله، وان شاء الله بنعوض الخساره. نعم. سيد صالح، كان اليوم كانت الامطار هطلت على السعوديه وربما كان لها تاثير في المباراه او حتى يعني بالنسبه لنقل التلفزيون وغير ذلك. والله نحن فوجئنا ان ما في نقل اليوم، ما في عربه نقل، ما في كاميرات، وتفاجئنا، بس يعني علمونا بان هناك في خلل في العربات، وبالنسبه للامطار اللي كانت هطلت على السعوديه اليومين، لكن اليوم نحن في نجران ما في امطار، لكن شوي الملعب بعد متاثر بالامطار ومتاثر بالامور، لكن الحمد لله نحن بعد ادينا مباراه جيده، لكن ما حالفنا الحظ في المباراه. طب سيد صالح، اخيرا الجمهور المصري يريد ان يتعرف هل بنياس في طريقه لتجديد او تمديد الاعاره بالنسبه للنجم محمد ابو تريكه او التقدم بطلب لشرائه نهائيا من النادي الاهلي، ام ان هذا الموضوع مؤجل حتى الان؟ والله الموضوع مؤجل لنهايه الموسم بناء على رغبه اللاعب نفسه. لكن رغبه النادي ترغب في الاستمرار اللعب معها؟ كل الموجودين في نادي بنياس يرغبون في تجديد في استمرار ابو تريكه مع النادي. سيد صالح اسماعيل مدير الكرة بفريق بنياس، شكرا جزيلا لك على هذه التوضيحات وعلى طمأنتنا على محمد ابو تريكة. الجهاز المركزي للمحاسبات بنادي الزمالك، بالجهاز المركزي للمحاسبات اكتشف مخالفات قويه جدا ورهيبه جدا بنادي الزمالك. خلوني استعرض مع حضراتكم كده سريعا بعض ما جاء بتقرير الجهاز المركزي. استاذنكم اجيبه من على الطاوله الثانيه دي لان انا نسيته، لكن الحقيقه هو يعني يستحق ان احنا نفرد له وقت اكبر في حلقه خلال الاسبوع القادم، لان التقرير بيشمل مخالفات صارخه. يعني في فرق ان تبقى مخالفه او ملاحظه غير مقصوده، فبالتالي الجهاز المركزي حتى في صياغته بيقول ان احنا طلبنا من النادي والنادي اكد كذا كذا، وفي فرق انه تبقى صياغه حتى الكلام او الكتابه اهدار مسؤول الزمالك لمبلغ 2,570,208 جنيه. يعني كلمه اهدار، يعني هو الجهاز المركزي يرتقي ان هناك اهدار للمال العام. في طبعا ده التقرير اللي خاص بمجلس اداره نادي الزمالك عن العام المالي 2010-2011. اظن انه فتره منه طويله كانت في عهد المستشار جلال ابراهيم اللي كان موجود بالتعيين. فكلمه اهدار دي كلمه صعبه جدا، ومكتوب ان في اهدار مال لخصوص بعض اللاعبين زي احمد فتحي بوجي لو تفتكروا كان مهاجم في نادي الزمالك، مصطفى جعفر، محمد المرسي لاعب المنصوره السابق اللي راح الزمالك، ورحيم ايوه. من ضمن ايضا المخالفات صرف مبالغ بالزياده للاعب ابو كونيه، مع ان ابو كونيه كان من اسوأ اللاعبين اللي كانوا موجودين في نادي الزمالك، لكن حصل على فلوس زياده عن حقوقه تصل الى حوالي 55,000 جنيه. وبرده من ضمن المخالفات، يعني انا حتى لما ببص على المخالفه الحقيقه وانا راجل اصلي يعني ضليع
في قصه تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات وقضايا الفساد ومثل هذه الامور، لكن الصياغه الحقيقه صادمه، لانه لما يقول بند مثلا أن المخالفات التي شابت احتفال نادي الزمالك للألعاب الرياضية بمرور 100 سنة على إنشائه، قيام مسؤول النادي بصرف مبالغ لأشخاص دون وجود أي مستندات أو صفة تعاقدية أو حتى وجه حق، وذلك في إظهار الإعداد لمئوية نادي الزمالك. يعني في ناس خدت فلوس ما لهمش أي صفة في النادي ولا حتى خارج النادي، مفيش أي تعاقد بيقول الناس دي تاخد فلوس، ليه مفيش مستند بيقول الناس دي استلمت فلوس من نادي الزمالك. وفي مبلغ مثلا من ضمن الامثله 48,000 جنيه لواحد اسمه المهندس خالد محمود عبد العزيز، الراجل ده واخد فلوس عشان كاتعاب ان هو بيعد كراسه شروط خاصه بالمواصفات الخاصه باحتفاليه نادي الزمالك. الكارثه ان الراجل خد 48,000 جنيه لكراسه الشروط وما اتعملتش اساسا مزايده لاحتفاليه نادي الزمالك. يعني الراجل خد فلوس عشان يجهز كراسه شروط للمزايده وما اتعملتش مزايده لاحتفاليه نادي الزمالك، وملايين مهدره هنفرد لها حلقه او جزء كبير من حلقه في الاسبوع القادم عشان استرسل مع حضراتكم وتروا كيف يهدر المال العام وكيف كان الفساد. ممكن على فكره لما نقول كلمه فساد يعني ممكن مجلس الاداره يبقى مغرر بيه او قصد هذا الفساد، لكن في النهايه هو المسؤول امام الجهات الرقابيه. يعني ممكن يقول لك اصله فلان الفلاني رئيس النادي او نائب رئيس النادي او عضو مجلس اداره او امين صندوق او ما كانش عارف او المدير المالي او لكن في النهايه هناك مجلس اداره قائم على اداره النادي فهو المسؤول امام الجهات الرقابيه. كل هذه المخالفات منهديه طبعا لوزاره الدوله لشؤون الرياضه التي جاءها وزير اكد انه سيوئد كل الفساد في مصر، لكن على ما يبدو أن شيئا لم يحدث حتى الآن. ضمن الأخبار أنه كان في فرصة أمس في الإسكندرية خلال تكريم منطقة الإسكندرية للأندية اللي حققت والفرق اللي حققت بطولات على مستوى الإسكندرية ومستوى منطقة الإسكندرية. كانت فرصة الحقيقة للعامر حسين رئيس المنطقة أنه يعمل جلسة صلح لإنهاء حالة الجفاء اللي ظهرت بشكل ضخم مؤخرا بين اتحاد الكورة مجلس إدارة اتحاد الكورة وجمال علام رئيس الاتحاد بالتحديد وبين الكابتن ربيع ياسين مدرب أو المدير الفني لفريق الشباب، وعلى العشاء الفاخر اللي دعت إليه المنطقة مجلس الإدارة اللي كان موجود منه جمال علام وخالد لطيف وكان موجود ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد وأيضا الكابتن ربيع ياسين. على العشاء تم الصلح واقتراب وجهات النظر. عارفين ان كان الخلاف كله مادي، الكابتن ربيع كان عايز ياخد فلوس 60,000 جنيه في الشهر يرفع مرتبه، واتحاد الكرة قرر فقط 45,000 جنيه. يعني الخلاف أصلا بسبب الفلوس وملعون أبو الفلوس كالعادة. ضمن الاخبار اللي عندي انه طارق حامد لاعب سموحه لاعب خط وسط سموحه والحقيقه كان ظهر بمستوى جيد جدا في مباراه سموحه الاخيره، اصبح على رادار النادي الاهلي والجهاز الفني طلب من لجنه الكوره جس نبض فريق او اداره نادي سموحه لضم هذا اللاعب في الموسم المقبل. كانت دي اهم اخبارنا في السوبر نيوز. نذهب الان لنتعرف على اهم ما سياتي في حلقه اليوم.